إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أحد الصالحين وهو يطوف حول الكعبة المشرفة كلمة أبكت من سمعها، قال: يا رب لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك، فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك؟ الإسلام الذي ارتضاه الله لنا كما في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، النعمة العزيزة الغالية، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تعالى في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نفهم من هذه الآية الكريمة أن القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، لا يمكن للعقل البشري ولو بلغ شأوا سامقا أن يدرك وجه المصلحة في جميع أمور دنياه على وجه الإطلاق. لذلك ربنا عز وجل وهو أعلم بنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أرسل النبيين والمرسلين من أجل هداية البشر إلى طريق الله الحق، من أجل إبعادهم عن التيه والضياع الذي عاشه البشر. بل فلاسفة الدنيا كثير منهم ضاع، عاش هذه الحالة من التيه وهو يبحث عن الحقيقة. عبر عنها أحد الشعراء إيليا بوماضي بقوله: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود لست أدري، هل أنا قائد النفس في حياتي أم مقود لست أدري، إلى أن يقول: ولماذا لست أدري لست أدري. هذه الأبيات تترجم حالة التيه التي عاشها كثير من الفلاسفة وعلماء الفيزياء وعلماء الرياضيات وعلماء كل الجميع عاش هذه الحالة. ولكن ربنا عز وجل وهو أعلم بنا أرسل النبيين والمرسلين من أجل ترسيخ عقيدة التوحيد، وهي الأصل الأصيل الجامع بين جميع النبوات والرسالات. هذا ما نقرأه في سورة إبراهيم الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن القرآن منهاج حياة،
يبصرون بعقيدة التوحيد وهي الأساس وهي المنطلق. نأتي إلى المجال الثاني وهو مجال العبادات. أيضا أسئلة محيرة تطرح يفرزها الواقع الذي نعيشه. ما سر الخلق؟ لماذا خلقنا الله؟ نأكل نشرب ثم نموت. وقد ترجمها أحدهم: وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذه الحياة في تصوره. ويأتي آخر موصول بالإيمان يرد الأمور إلى نصابها قائلا: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وامدد يديك بالله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. إذن القرآن منهاج حياة يبصرنا بهذا السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم يجيبنا عن هذه الأسئلة المحيرة. خلقنا الله لحكم ومقاصد، على رأسها أن نعبد الله بحق العبادة بعد الاعتراف بوحدانيته. إياك نعبد وإياك نستعين. المائدة قرأنا الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونحن كأمة نقرأ في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تأتي آية تشبهها من متشابه القرآن في سورة المؤمنون الآية 52: وإن قراءتان: هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ونقرأ في سورة الذاريات بدءا من الآية 7 آيات عجيبة ترسخ عقيدة الإيمان: والسماء ذات الحبك الآية 7. الآية 20: وفي الأرض آيات للموقنين. الآية 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين. آية أخرى في سورة ياسين تشبهها، الآية 36 تشبه الآية 49 من الذاريات: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وتأتي الآية 50 تقول لنا جميعا: ففروا إلى الله. ثم تأتي الآية 55: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وتأتي الآية 56 لتجيبنا عن هذا السؤال المحير: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن ربنا قال في حقهم، في حق من استمع: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن العبادة نعبد الله بالقدر المتاح، نسأل الله القبول. ثم أن هذا المنهاج، هذا القرآن، رسم لنا طريق الفلاح بزراعة القيم والأخلاق. لا يمكن أن نجمل حياتنا إلا بالأخلاق والقيم، بزرع الفضيلة، بحراسة الفضيلة. نبينا صلى الله عليه وسلم ترجم رسالته، اختزلها كما في الحديث المعروف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية أخرى خرجها الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. نأتي إلى المجال الأخير وهو مجال التشريع. القرآن منهاج حياة في مجال الإيمان، منهاج حياة في رسم طريق العبادة لله جل جلاله، في مجال الأخلاق، ثم يأتي المجال الرابع والأخير وهو مجال التشريع. القرآن الكريم ضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة، من بطن الأم إلى بطن الأرض، من البطن إلى البطن. قد يقول قائل: كيف؟ الجواب: الجنين في بطن أمه الشريعة تحفظه. نحن في رمضان، المرأة الحامل تسمع الفتوى بجواز الإفطار إذا أحست أو غلب على ظنها، أو كما تعلمون، من أجل المحافظة على هذا الجنين لضمان حقه في الحياة في بطن أمه. وإذا قدر الله أن مات أبوه وهو في بطن أمه، حقه محفوظ في الميراث، يرث وهو جنين وفق قواعد الميراث بالتقدير. إذن هذا القرآن، هذه الشريعة، القرآن الوحي الطاهر مصدر الأول للشريعة، تقرر هذه الحقوق، تضبط هذه الأمور حتى يأتي هذا الجنين إلى هذه الدنيا فيرافقه القرآن في جميع مراحل حياته. دخل مجال التجارة والاستثمار والمال وإدارة الأعمال، هذا القرآن يضبط حركته. أطول آية في القرآن في مجال المعاملات الآية 282 من سورة البقرة. نعود قليلا، الآية 280 أيضا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، تضبط هذه الحركة وتبني جدار الثقة بين الناس من خلال الوفاء بالالتزامات والعقود. سورة المائدة الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ترسخ مبدأ الوفاء بالعقود والالتزامات تحقيقا للاستقرار الاجتماعي وحماية للثقة بين الناس وتنشيطا للحركة الاقتصادية والتجارية بين الناس. كل ذلك من مقاصد هذه الآيات. إذا ما أراد أن يتعامل بمحرم بالربا، تأتي الآية 275 من سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. هكذا تضبط الشريعة بهذا القرآن الكريم حركة حياتنا في جميع مجالات الحياة. وإذا قدر أن يموت هذا الإنسان لينتقل إلى دار القرار، تأتي آيات القرآن لتقسم هذه المواريث بين الناس، بدءا من الآية 7 من سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر، إلى أن يقول القرآن: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه المواريث التي تنتقل من المورث إلى الورثة مؤقتا، حتى الورثة سيخلفون تلك المواريث لغيرهم إلى أن يأتي الوارث الحقيقي، كما في سورة الحديد الآية 10: ولله ميراث السماوات والأرض. ثم ينتقل هذا الإنسان إلى رحمة الله، إلى جوار ربه، فيصلى عليه صلاة الجنازة بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، يدفن إكراما له. تأتي الآية 70 من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم. وكرامة الإنسان في آدميته
وكرامة الإنسان في آدميته، له كرامة تحفظ حيا أو ميتا. ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا جميع الصالحات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة في فلسطين. اللهم يا رب انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.